لقيتها نزل عليها ضرب وشويه، ولقيت الخبط في الحيطه. ده لقيت اللي هي بنتها نازله فيها ضرب. ولقيت خبط في الحيطه كأنك بتكسر جدار. قلت يا رب ما بكسروا ايه في الشقه. انت ساكنه جنبها تحتيها على طول؟ في نفس الدور؟ لا يعني في نفس الصف؟ في الاوضه اللي تحت فوقيه. انا هنا وهي في الاوضه اللي فوق دي. سمعت رزعه كأنك بتخبط بتقلق الحيطه. طبعا انا انت على طول كنت بتسمعي ان في كده بيضربوا بعض؟ تقول لها الفاظ يا ابني، ولو واحده من الشارع ما تقولهاش. واحده من الشارع حلقه لها شعرها، بتكهربها وبتكتفها وبتحبسها وتشخخها في الجردل. ايوه. ايه يا ام رابع؟ بس ايه السبب يا حاجه؟ ما نعرفش يا ابني. طب احكي لنا بقى على يوم اللي هو يوم الجمعه اللي فات. ما انا بقول يوم الجريمه بقى. انا قاعده بصلي. قمت اتوضيت وقاعده بصلي الفجر. سمعت الضرب. طبعا انا ما بقدرش اطلع السلم. بس انت متعوده ان انت تسمعي كده الضرب على طول، هي بتضربها. والولاد انا خلاص 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 والنبي يا خلاص ما عدتش تاني ما عدتش تاني خلاص خلاص، دي ريحتي اتقطع دماغي، هموت هموت هموت. ورحت لقيت اللي الابد والراجل واقف وهي نازله فيها ضرب. الوليه ميته من الساعه 7 الصبح. 7 الصبح؟ يعني هي ما حاولتش ان هي تسعفها؟ لا 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 لا، ولا مجنونه الوليه ولا فيها اي حاجه، وليه عقل عني وعنها كمان. طب هي بنتها عملت ايه بقى؟ عشان بتقول انا رحت اصلي وبقول لها تعالي صلي معايا. ما رضيتش، جت لقيتها خابطه نفسها بحاجه. يعني كانت عايزه تبعد عن نفسها الشبهه. فاحنا طلعنا نبص على الولاد، انا يا ابني وشها مشرح زي ما اكون ماسكه سكينه ومقطعه وشها كده. انا شفت المنظر من ساعتها ما بعرفش انام. ربنا يرحمها يا رب. ماشي يا حاجه، انت ما تقلقيش يا حاجه، ان شاء الله حقها هيجي. انا عارف ان هي يعني انت صعب، يعني هي كانت صعبانه عليك. يا ابني يكفيك شر المرض، ما ترتمي في دقيقه. الست دي تيجي حقها والوليه دي تتشنق هي وجوزها. احنا في ما تخرجوهاش هي ولا جوزها. احنا في دولة القانون وان شاء الله حقها هيجي. وشكرا متابعينا في كل مكان.